اجي اختي تشوفي الجديد، المسمنات بريستيج مورقين ومقرمشين على شكل بسيطلات يحمروا لك وجهك قدام الضياف ديالك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة، وترحب بكم مرة اخرى في قناة شهوات مغربية اقتصادية وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مسمنات في الفران تيجيو مقرمشين ورائعين جدا جدا، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم، وما تنساونيش من بارطاج مع الاحباب الاصدقاء فضلا وليس امرا. واكيد الا عجبكم المحتوى ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. في العجين هو الاول عندي 5 الكؤوس من الدقيق الناعم الفرص رطب، وكأس من فينو السميد الرقيق. هنا تنشرح على حسب دول اخرى ما تعرفوش تيقولوا فرينه، بحال بالنسبه للجزائر متبعين تيقولوا فرينه. المهم حنا تنحاول نشرح لان الدقيق الناعم وهذا راه تنشرح على دول اخرى، وما حنا تنقولوا الفرص رطب. هذاك الشيء علاش تنحاول نشرح، ماشي ما متبعينيش انا المغاربه، متبعيني حتى دول اخرى عربيه. عندنا معلقه ديال العسل، ما كانش عندكم ضيفوا سكر حبيبات، معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره، معلقه ديال الخل، وخميره الحلويات من الوزن 8 غرام. ولا كنت غديروا نصف هذه الكميه ديروا 4 غرام. وتنضيفوا 2 معلقات كبار ديال زيت المائده، وتنعجنوا العجين ديالنا بالماء الدافئ. من بعد ما نعجنوه انا ما تنحتاج لا دليك لا مجهود، هي تنجمعو وندلكو واحد الدلكه باش يندمجوا لنا العناصر بعضياتهم، وندهنوا بشويه ديال الزيت ونديرو في كيس بلاستيكي ونخليوه يرتاح. وندوز ان شاء الله نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشوه تنحتاجوا فيها بصله كبيره اللي مشلضينها بهذا الشكل. ناخذوا شي مقلاه نضيفوا فيها البصل وشويه الزيت، شويه الخرقوم، نص معلقه صغيره الخرقوم، نص معلقه صغيره البزار او فلفل اسود، ونص معلقه توابل لادانت او توابل الدجاج، صدر الدجاج. انا هي غنستعمل معكم في هذا انا بالنسبه للحشوه تيعجبني الدجاج او لادانت، الحشوه ديالهم تتعجبني بزاف. تنضيف الفلافل وتنضيف صدر ديال الدجاج اللي قطعه بهذا الشكل. استمر في التحريك هنا باش هنا تنزيد نضيف شويه النكهه ديال صدر ديال عندي الدجاج، تنزيد النكهه ديال الدجاج شويه هنا شويه ديال الزعتر. نتوما تيبقى لكم اختيار، بغيتو تضيفوه ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش. انا تيعجبني ديك النكهه ديال الزعتر، الخبيزات معمرين او مسمنات معمرين. تنضيف شويه د معدنوس، معلقه كبيره معدنوس، ونستمر في التحريك حتى تطيب لي الحشوه ونخليوها تبرد. بعد ما ارتاح لي العجين هانتوما لاحظتوا تيجينا مطاطي، وتنقطعوا كويرات صغار بهذا الحجم. هنا كويرات متوسطين، ماشي صغار وماشي كبار. بالنسبه للعجين راه ما تيشتناش الوقت بزاف، تنحشوه في كيس بلاستيكي راه واحد 10 دقائق تيكون وجد معنا، تيكون لنا مطاطي بداك الشكل كما حطوا في الصوره من قبل. وتنقطعهم بهذا الحجم. هنا للطريق تنضيف شويه الزبده من تندوبها، تنزيد نضيف عليها معلقه النشا وخميره الحلويات واحد 3 غرام 3 غرام، وجوج معلقات ديال زيت المائده باش ما تجمدش معنا. وتنحرك الخليط جيدا باش ندمجوا العناصر بعضياتهم. هذه الطريق ما كانش عندكم راه ماشي ضروري تضيفوا النشا، اللي ناكد عليكم
لان واحد السيده تنعرفها قالت لي ضروري خصني نشري النشا باش نورق. قلت لها لا، غير بالزبده اللي عندكم متوفره عندكم بلا ما تذوبوها، تكون واخده حراره المطبخ وتخدموا بها. التوريق تيجي بحال بحال، ما كانش فرق. تنطلقوا ندهنوا سطح العمل وتنطلقوا المسمنات ديالنا بهذا الشكل. تنحاولوا نورقوهم مزيان، ترقوهم جيدا باش تيجيونا المسمنات ديالنا مورقين وما تيجيوش محجين. وتنحاولوا رققوا جيدا. تنضيف الزبده اللي مخلط معها النشا. اللي سبق لي في الفيديوهات السابقه شاركت معكم هي الزبده ديال البواطه ديال الطاسه عاديه. تدهنوا، ماشي شرط ديروا الزبده معها النشا. وتنجمعوا المسمنه ديالنا بهذا الشكل. ضروري تندهنوا الزبده، كل طبقه تنضيفوا فيها معلقه صغيره ديال الزبده. وتنطلق معكم وحده اخرى، تنضيف شويه الزبده، تنسيحها على المسمنه ديالي باش كلشي تلبس لي بالزبده. وتنضيف المسمنه اللي تنكون صوبت من قبل. هنا تندير مسمنه في وسط مسمنه وتنطوي بهذا الشكل. ضروري كل طبقه تندير فيها معلقه الزبده، او الا كانت عندي الزبده مذوبه نضيف شويه الزبده في الوسط باش يجيونا مورقين. هاد الزبده تحتفظ لنا على القرمشه لمده طويله. وتنجمعوا بهذا الشكل وتنخليوها جانبا ترتاح. وتندوز نشكل معكم واحده اخرى. لاحظتوا تنجمعها بهذا الشكل. بعد ما تنجمع المسمنات ديالي تندير لهم الوجه ديالهم ونغطيهم. وتندوز نشكل بالاولى بالاولى، ترققها على هذا الشكل. رققها مزيان. هنا تناخذ الجرار ديال البيتزا وتنقطعها على 4، وتنضيف الحشوه اللي تكون بردات لي بطبيعه الحال. تنضيف بعد ما تنسالي الحشوه تنضيف فرماج موتزاريلا. هنا نسيت هذه جمعتها بلا ما ندير لها الفرماج، راني حاطاه جنبي. بالنسبه للجميع تنحاول نجمعهم جيدا باش ما تيتحلوليش. وتنقلبها بهذا الشكل. هنا هو فاش تفكرت بانني ما ضفتلهاش الفرماج. هنا الفرماج تيبقى لكم الاختيار، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما عندكمش تستغناو عليه. هو تيزيدنا تعليكه صراحه تيلذهم لنا. تنجمعهم بداك الشكل وتنقلبهم. تنحاول نغلقهم جيدا باش ما يتحلوليش. هانتوما لاحظتوا الجميع ديالهم ساهل وتيوجدوا لنا بسرعه، ما تيشدوناش الوقت بزاف. هذه هي الجميع ديالهم. وتنستمر في الجميع ديالهم بهذا الشكل حتى تكمل الكميه اللي عندي. وتنوضعهم صحن الفرن اللي تنكون دايره ليه بابي كويسون. تنستفهم بهذا الشكل. وتنضيف لهم شويه صفار البيض مع صوص السوجه او قطره الخل او قطره الحليب. هنا كثرت لهم شويه صوص السوجه، ولكن هنا غيتغطى الوجه ديالهم. هنا تندير هاد التشكيله الا لاحظتوا تندير شي غلاقه مدوره بشكل الوسط. تنزوقوا بشكل اخر وتنزوقهم بالورقه الفيلو، الورقه البستيله او ورقه الفيلو. انا هنا كانت عندي تقطعت لي شي شويه الورقه الفيلو، بقات عندي شي شويه ورقه تقطعت لي، ما ضيعتهاش، شكلتها زوقت بها. هاد المسمنات ديالي تيجيو مقرمشين وتيجيو رائعين جدا. وتنديروا في بهذا الشكل. تندير شويه ديال البوافو وشويه زنجلان بيض او سمسم بيض وشويه ديال لا شابلوغ.
وتنزين به المسيمنات ديالي. نتوما تزين تيبقى لكم الاختيار. انا ما كانش عندي زنجلان ملون ديال زنجلان الالوان، تيجي رائع جدا، ولكن ما كانش متوفر عندي. تعطي جماليه زنجلان الالوان، تعطي جماليه اخرى، ولكن ما متوفرش عندي. ضفت لهم هاد وتزين تيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للطياب ديالهم، بالنسبه لنا عندي الفران ديال الغاز، تندخلهم، تنحمل الفران ديالي جيدا مزيان وتندخلهم من الفوق والعافيه لتحت حتى تطيبوا لي من التحت، وتنشوفهم بقيت تحمروا من الوجه ديالهم شي شويه، وتنهبط نكمل لهم على الوجه ديالهم من التحت. بعد ما تنهبطهم من التحت ونكمل لهم على الوجه ديالهم الطياب، هادو هما المسمنات ديالي تيجيو رائعين جدا، تيجيو مقرمشين. وللاسف واحد القطع صغير تحدف لي وانا تنقطعهم، تنشاركهم معكم. انا تنقطعهم وتنوريكم القرمشه اللي فيهم وانا تنمونطي. ما عرفتش كيفاش تحدف لي وما لقيتوش. ونتمنى منكم تجربوا هاد المسمنات، راه ساهلين في طريقه التحضير ديالهم، والمبتدئات يصوبوهم ويشكلوا الطبيله ديالهم بكل سهوله. وحتى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكات وبارطاج مع الاحباب والاصدقاء فضلا وليس امرا. واكيد الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.